وانتج الحاجات اللي تغطي لي السوق المحلي بتاعتي اللي موجوده. وانا بقى مشكلتي في الارض ولا مشكلتي في المنتج اللي هيطلع من المصنع والبطاله اللي انا هقضي عليها من عمال المصنع؟ ما انا بقول ما انا لو عملت مصنع النهارده انا قضيت على العماله، قضيت على البطاله اللي موجوده دي. واحد اتنين بقى، لما احط عندنا حاجه في العالم كله اسمها زي ما قلنا كده الحاجه الثالثه موجوده، المواصفات والجوده للسلع والخدمه. عندي للاسف معهد كبير اسمه معهد المواصفات والجوده في 2 شارع عباس العقاد، ده المفروض يحط مواصفه لكل سلعه وخدمه، ما بيحطش حاجه من دي. انا اطلع البتاع ده المنتج ده ايه مواصفاته علشان لو انا اختليت اجيب دوت نموذج اطبق ده على ده، ما عنديش مواصفه وجوده. يبقى انا لو طلعت مواصفات وجوده موجوده للصناعه موجوده، مصر يصلح ان مصر تستورد مجات ب 35 مليون دولار سنويا. يصلح ان مصر تستورد الاستك اللي انا بلف بيه الفلوس واربط شعر العيال الصغيره بيه ب1.8 مليون